بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى أن تكونوا في أحسن حال، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري القول والعمل. لا يزال الحديث متواصلا حول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، ورسالته التي هي رسالة سلام، كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع أصناف مجتمعه. ولا زلنا نتحدث عن هذا الصنف الخطير، صنف المنافقين، عليهم من الله ما يستحقون، مع سؤالنا الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم النفاق. نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. وبعد، مشاهدي الأكارم، ما زلنا نذكر المواقف السيئة لهؤلاء المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواقفه عليه الصلاة والسلام الطيبة النبيلة الطاهرة باتجاههم، كيف تعامل معهم. في غزوة بني المصطلق خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقتال أعدائه من المشركين، وكان عادته عليه الصلاة والسلام إذا خرج أقرع بين نسائه، فكانت القرعة قد شملت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما توجه القوم إلى المعركة وقاتلوا ثم عادوا غانمين منتصرين، فقدت السيدة عائشة أم المؤمنين عقدا لها، فذهبت تبحث عنه، فتركوها القوم وذهبوا، وكانت خفيفة جدا، فحملوا الهودج الذي هو يضع فيه النساء فوق الجمال، فرفعوا الهودج ظنا منهم أنها موجودة به، فانطلقوا. فلما حضرت لم تجد القوم، فبقيت في مكانها تنتظر، وقالت سيفقدونني ثم يرجعون إلي. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك في آخر الجيش من يتفقد الجيش، لعل هناك من هو متأخر أو متعب أو مريض، فكان ذلك تلك الوظيفة مختصة أو في تلك المعركة لصفوان بن المعطل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رآها قال ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ الناقة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها فصعدت، فلما صعدت لم يتكلم معها بكلمة واحدة، أخذ الجمل وسار به حتى دخل المدينة المنورة. في حين دخوله المدينة المنورة رآه عبد الله بن أبي بن سلول أو سمع به، فقال عبد الله بن أبي بن سلول كلمته الخبيثة اللعينة الكذبة التي سميت بقصة الإفك فيما بعد، قال ما نجا منها ولا نجت منه، أو قال شيئا من هذا القبيل يتهم بها عائشة رضي الله عنها وارضاه صفوان بن المعطل بفاحشة الزنا. فانتشرت هذه القصة وانتشر هذا الأمر بين المؤمنين، وأصبحوا يتكلمون عنه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى قيام الساعة. وكذب الله سبحانه وتعالى فيها عبد الله بن أبي بن سلول بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. والذي تولى هو هذا الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول، ومن كان معه من المنافقين الذين كانوا يتنقلون هذا الأخبار. والله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على ذلك بقوله: إذ تلقونه بألسنتكم. والعادة أن الإنسان يتلقى الخبر بسمعه وليس بلسانه، لكن من شدة التنقل وبدون التحرز عبر الله سبحانه وتعالى عن هذا التصرف بالتنقل باللسان: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالله سبحانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف على
شخصين من الصحابة رضوان الله عليهم من تورطوا بهذه الفتنة. وأما عبد الله بن أبي بن سلول فهو كعادته دائما يكذب أو يتملص أو يخرج نفسه بأساليب وقحة وأساليب بعيدة، فلم يقم النبي عليه الصلاة والسلام عليه شيئا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة رضوان عليهم في المسجد وقال: من يعذرني في رجل؟ قال: في أهلي. قال: في أهلي قولا، وأهلي لم أعلم عنهم إلا خيرا، وهذا الرجل الذي تهم في أهله لا يدخل على أهلي إلا معي، لا يدخل على أهلي إلا معي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حرج شديد. نعم. فقام الأوس وقالوا: إن كان منا يا رسول الله ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا فيه فنفعل ما تأمرنا به. فقام أيضا هؤلاء الأوس الخزرج، يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. يعني هذا أقصى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، بأن رد قضيته إلى قومه حتى يعذروه منه ويتخذون القرار المناسب في هذا القول الشنيع الشديد في اتهام فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانقطع الوحي حكمة من الله سبحانه وتعالى شهرا كاملا، انقطع الوحي، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم بلسانه أبدا. ولو كان بيده أن يتكلم وكان يعني يتفوه من عنده لتكلم في طهارة فراشه أو لتقول على الله ما له، ولكن حشاه عليه الصلاة والسلام. هذا يؤكد على أنه نبي ماذا يقول، وقد انقطع عنه الوحي شهرا كاملا صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية. قبل ذلك قام سعد بن معاذ: يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه. سعد بن معاذ من الأوس، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا به أمرك. فقالت عائشة: فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا ومؤمنا من الصحابة الفضلاء، ولكن استهلته الحمية، أخذته الحمية العصبية، هذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ستبقى إلى قيام الساعة ولن تزول في القوم، ولا يزال الناس إلى يومنا هذا يتكلمون في القبيلية والحمية. نعم. فقال سعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمرك لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. الحمد لله. بهذا حصل خلاف كبير بين الأوس والخزرج، وترافعت الأصوات، ارتفعت الأصوات وارتفعت السيوف وكادوا أن يقتتلوا. قال: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. رأيتم الآن لو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حقه من هذا الرجل المنافق لكانت النتائج كبيرة، يعني ليست نتائج بل يعني الآثار كانت ستكون مضرة على الإسلام والمسلمين، إذ أن الدولة الإسلامية قائمة على الأوس والخزرج وقائمة على المهاجرين، فستقوم بينهم فتنة وحرب، معناها الإسلام لا يزال في بدايته سيتأثر جدا. فكان الصبر والحلم على هذا المنافق هو الحل الأنسب. ومن هنا أيضا نفهم أن أذية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بالذات عقوبتها القتل،
والضرب، لأن النبي عليه والضرب بالسيف على العنق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على سعد بن عبادة أنه قال لو إن كان منا أمرتنا فيه فقتلناه. لم يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا تقتله فإن هذه جريمة لا تستحق القتل، ما قال له هكذا، وإنما تركه يستمر في كلامه حتى كان ما كان من الأوس والخزرج. هذا فعل المنافقين، هذا هو فعل المنافقين في موقف من المواقف التي ذكرناها في الحلقة الماضية. قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل، وتكلموا بكلمة خبيثة. لما جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما قلنا ذلك، كذب. وكذبوا ذاك الشاب الصغير الذي اسمه زيد بن أرقم، كذبوه. فأنزل الله عز وجل آياته إلى قيام الساعة تتلى في تكذيبهم وفي تصديق ذلك الشاب الصغير زيد بن أرقم. وهنا يتهمون فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزعون الفتنة بين المؤمنين لتقوم الحرب بين المؤمنين وبين ويكون بذلك إسقاط الدولة الإسلامية. ويتهمون أيضا الصالحين من الصالحات، عائشة رضي الله عنها وارضاها. فإذا كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دنس والعياذ بالله، معناته ما عنده أيضا من الخير والعلم والفضل كله سيكون مدنسا. فكانت يعني أفكارهم وأعمالهم وتهمهم خبيثة تدنس الإسلام وتستهدف ضرب الإسلام والمسلمين. نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى تبرئة في عائشة، قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ففراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يناله إلا الطيبات من المؤمنات رضي الله تبارك وتعالى عنهن وأرضاهن. ولذلك قال أهل العلم من اتهم عائشة بعد تبرئة الله عز وجل لها بهذا فهو كافر مرتد، كافر مرتد قد خرج عن الإسلام والمسلمين ولزم محاربته وضرب عنقه. ورأيتم أيضا مشاهدي الأكارم كيف أنهم خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، يعني خذلان في أهم المواقف في القتال في المواقع العسكرية، وأنت تواجه عدوا مجرما شرسا وأمامك حرب ضروس، فكيف يعني يعود هؤلاء المنافقون بثلث الجيش ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يواجهون هذا المصير الصعب؟ ولكن مع ذلك حلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليهم حد الردة، ولم يضرب أعناقهم كمخالفين للجوانب العسكرية، وإنما حلم عليهم عليه الصلاة والسلام كما أخبرتكم لحكم يعلمها. من هنا ينبغي لصناع القرار والقيادات الإسلامية والعلماء والمشايخ أن يترفقوا بمن يحاول زعزعة الإسلام والمسلمين من المنافقين، ممن يظهر الصلاح أمامهم ويكيد لهم الفتن ويوالي الكفار ويضع يده في يدهم ثم يطعن المسلمين من خلفه. هؤلاء الناس يعني هؤلاء أفضل ما ينبغي أن نتعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن في فترة أيضا الضعف وعلينا أن نحلم بهؤلاء، ولكن مع الحلم يجب علينا أن نفضحهم وأن نبين كفرهم وفجورهم وأن نبين أن ما يقولونه ضلال وردة عن دين الله تبارك وتعالى، حتى نبين للناس عملا بقوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين. مشاهدي الأكارم فاصل ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأكارم، عدنا والعود أحمد. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
وكانت في السنة 9 من الهجرة في شهر رجب، في فترة حر وفي فترة جدب. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصحابة إلى تلك الغزوة لمواجهة الروم. كانت بعيدة، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الغزوة بكل صراحة ووضوح. وكان من عادته إذا أراد أن يغزو جهة ورى بغيرها، لم يخبر صراحة عن تلك المنطقة إلا غزوة تبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح للصحابة وصرح لهم أنه متجه إلى غزوة تبوك، متجه إلى جهة تبوك، وهي جهة بعيدة في هذه الفترة. وكانت هذه الفترة مشاهدي الأكارم فترة جدب، قد خرجت فيها الثمار وكان فيها الظل جميل جدا، والناس تريد أن يعني تتذوق ثمارها وتشرب ماءها وتستفيد وتستمتع بظلالها. في هذه الفترة أوجب الله عليهم غزوة تبوك. أما الصحابة والمؤمنون فقد قالوا سمعنا وأطعنا، واتجهوا إلى غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فكان منهم أنهم اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام بأعذار واهية. فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون له، ويعتذرون بأعذار واهية، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وقبل أعذارهم. وكان ممن استأذن منهم من هؤلاء هذا الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس. وقال بعض المنافقين رموا كلاما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فقالوا لا تنفروا في الحر، فوضحهم الله بذلك وعتب على النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لهم. أنزل الله عز وجل فيه ما يفضحهم. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وهذا معنى لو كان سفرا قريبا سفرا قاصدا قريبا، وسفرا قاصدا قريبا، سفرا قاصدا قريبا، لاتبعوك خرجوا معك لعدم المشقة الكثيرة، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المشقة، أي طالت عليهم المسافة، صعب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك. نعم. ويحلفون كذبا يقولون سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، سيحلفون أن لهم أعذارا في تخلفهم عن الخروج وأنهم لا يستطيعون، وهذا بلا شك أنه كذب. قال تعالى: يهلكون أنفسهم بالقعود، لأن هذا والعياذ بالله كذب وهروب عن الجهاد في سبيل الله، فكان الهلاك هو مصيرهم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. هكذا كذبهم الله عز وجل في هذه المعركة، لأنهم يتثاقلون عن القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، وكيف يقتلون أنفسهم ويتحملون هذا المشاق وهم لا يؤمنون أصلا بصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعلمون ولكن لا يريدون أن ينتشر هذا الخير وينتشر هذا الإسلام، ففي قلوبهم حقد دفين وكفر عميق والعياذ بالله. لذلك عاتب الله نبيه فقال: لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، حتى يتبين لك الذين صدقوا من المؤمنين
وتعلم الكاذبين من المنافقين. نعم. أو تمنحهم ليتبين لك الصادق من الكاذب فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. نعم. هذا كان عهدهم وواقعهم إخواني المسلمين، هكذا كانوا المنافقين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم العدو كما وصفهم الله تبارك وتعالى. هنا معاشر المشاهدين يذكر أهل السير أن هؤلاء أو بعض هؤلاء المنافقين قد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة من أجل أن يغتالوا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الغزوة يذكر المؤرخون وأهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على عقبة على مكان مرتفع، وقال للصحابة: لا يصعد أحد معنا. فتلثم قوم وعددهم تقريبا 5 يزيد أو ينقصون، وأرادوا أن يصعدوا العقبة فيرموا من تلك العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيموت عليه الصلاة والسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى حماه من هؤلاء وصرفهم عنه وسلط عليهم أصحابه، ولكنهم فروا لأنهم كانوا متلثمين. فلما صعدوا باتجاه العقبة توجه إليهم بعض الصحابة ففروا. نعم. قد عرف بعضهم حذيفة بن اليمان سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجا النبي صلى الله عليه وسلم منهم بفضل الله تعالى وكرمه، لأن هؤلاء الناس لو يؤمنون بالله وبما أنزل الله لما حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: والله يعصمك من الناس. لا يمكن أحد أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يحاول قتله، لا يمكن أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد أنه حامي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيرد عنه كيد القوم. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. نعم. فإن قال قائل: فكيف قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو قد مات تأثرا من تلك المرأة التي وضعت السم؟ يقال أن المقصود والله يعصمك من الناس أي القتل الفوري والموت الفوري، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يعتبرونه أنه مات شهيدا عليه الصلاة والسلام، لأن تلك المرأة التي وضعت السم، المرأة اليهودية في غزوة خيبر التي وضعت السم في إناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل تلك الشاة، قد دخل بعض السم في جوفه عليه الصلاة والسلام ليموت صلى الله عليه وسلم بعد 4 أعوام من ذلك تأثرا بذلك السم. وبهذا يكون الله سبحانه وتعالى جمع لرسوله صلى الله عليه وسلم النبوة والشهادة والجهاد في سبيل الله وكل الأعمال الصالحة قد أتى بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. نعم. وفي هؤلاء النفر الذين أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل فيهم: وهموا بما لم ينالوا. قال النووي: وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنن التي كان بها بيعة الأنصار رضي الله تعالى عنهم، إنما هذه عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فعصمه الله عز وجل منهم. نعم.
وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتلثمين توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي 12 منافقا، في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة، نسأل الله العافية والسلامة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. 8 منهم تكفيكم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم في صدورهم. قال في أصحابي مندسين بينهم، يعني مندسين، أصحابي يقصد مندسين بينهم وليسوا منهم في الحقيقة، لأن الصحابة كلهم عدول. قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. فهم ينسبون إلى صحبتي فيهم وفي الظاهر معي، لكن في الباطن هم ضدي. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 12 منافقا هم الذين جاءوا متلثمين وقد قصدوا النبي ليلة العقبة فحماه الله منهم وأعلمه بأسمائهم. قلت لكم في بداية الحلقة أن عددهم من 4 إلى 5، لا، الصواب أن عددهم 12 رجلا. نعم. يظهر في أكتافهم بمعنى ورما حارا يحدث في أكتافهم، بحيث يظهر أثر ترك الحرارة وشدة لهبها في صدورهم، ممثلة بسراج من نار وهو شعلة في المصباح، أي أن الله يهلك هؤلاء 8 من المنافقين بهذا الداء في الدنيا، يخرج على أكتافهم شيئا حارا وكأنه ورم واضح، فيعتبر بهؤلاء هذه فضيحة لهم فيهلكون بسببها، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء هؤلاء 12 منافقا ولم يخبر بأسمائهم أحدا غيره. لما ذكرنا أن حذيفة كان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه منهم بقتل ومن هم بقتله في الطريق هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك، فجاءه الوحي فأسر إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، كما ثبت ذلك في الصحيح. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن كثير: ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا تبوك نزل عن راحلته فأوحي إليه وراحلته باركة، فقامت تجر زمامها حتى لقيها حذيفة بن اليمان، فأخذ بزمامها فاقتادها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فأناخها ثم جلس عندها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: من هذا؟ فقال: حذيفة بن اليمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أسر إليك أمرا فلا تذكرنه، إني قد نهيت أن أصلي على فلان وفلان رهط ذوي عدد من المنافقين لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم لأحد غير حذيفة بن اليمان. نعم، هذا كله تكملة لهذه الفعلة الشنيعة من هؤلاء 12 يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه وارضاه في خلافته: إذا مات رجل يظن أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فاقتاده إلى الصلاة عليه، فإن مشى معه حذيفة صلى عليه، وإن انتزع حذيفة يده فأبى أن يمشي معه انصرف عمر معه فأبى أن يصلي عليه، وأمر عمر رضي الله تعالى عنه أن يصلى عليه. الله المستعان. نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. اي نعم. فهؤلاء الاثنى عشر منافقين، رأيتم كيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إذا مات أحد منهم يسأل حذيفة، فإن رآه قد صلى عليهم صلى، وإن رآه قد فر وامتنع من الصلاة امتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وذلك لأن الله يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعلم جميع المنافقين، نعم، وإنما كان يعلم بعضهم بنص هذه الآية: لا تعلمهم نحن نعلمهم. فمن أعلم الله عز وجل نبيه علم، ومن لم يعلم ومن لم يعلمه ومن لم يعلمه يعني ويعطيه الخبر فلا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم. وكما قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فهو يعرفهم من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرفهم جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. فعلى التعيين لا يمكن أن يعلمهم إلا هؤلاء الاثنى عشر رجلا الذين أخبرهم الله عز وجل عنهم، لأنهم هموا بما لم ينالوا. نعم. ومن بعض الأمور التي ظهرت في المنافقين في غزوة تبوك استهزاؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستهزاء بشدة والنكير. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يردد ويقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ويقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالاستهزاء بدين الله من علامات المنافقين، الاستهزاء بدين الله من علامات المنافقين. ليت شعري يسمع هذا الكلام منافقو زماننا هذا لعلهم يتوبون أو يعودون. والاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الملة، لأن أصل هذا الدين مبني على تعظيم الله تبارك وتعالى. فانظروا إخواني، لا يخفى على شريف علمكم أن من إحدى وسائل الخروج من الدين الاستهزاء بالدين، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو كفر مخرج عن الملة، نسأل الله
العافية والسلامة. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من النفاق. هذه هي أفعال المنافقين، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بالحكمة والموعظة الحسنة من أجل مصالح كبرى ومن أجل أهداف عظيمة تعود بالنفع للإسلام والمسلمين. من هنا كان لزاما علينا أن نفخر بهذا الدين ونفخر بهذه التعاليم العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطبقها في واقعنا المعاصر حتى تبرز هذه الأمة وتعود إليها عافيتها وصحتها وتقود الأمة بسلام. مشاهدي الأكارم، هنا أقف أستودع الله تبارك وتعالى دينكم وأمانتكم، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.